النهضة الدولية على الموقع قناة الدولية النهضة تي في. يسرنا كمنبر صحفي وسباق للمادة الإعلامية أن نقدم لكم في هذا اليوم الجليل جملة من التحركات التي يقوم بها الجهاز الرسمي برئاسة السيد عامل إقليم الجديدة، وهنا تماما ومباشرة من أمام الضريح الولي الصالح مولاي عبد الله أمغار بمولاي عبد الله. الموسم هذا اليوم سيتم يوم يعني الثلاثاء 13 غش 2024 توزيع الهبة الملكية، ثم هناك درس ديني قبل صلاة العصر يلقيه الأستاذ حسان القندوسي، وبعد ذلك درس ديني بعد صلاة المغرب سيلقيه الأستاذ عبد الكريم بن تومية، ثم في الختام سيقوم الوفد الرسمي بتكريم إمام ومؤذن خطيب من بين المقيمين الدينيين الأكبر سنا في إقليم الجديدة. وسنكون عند حسن ظنكم سواء بالنسبة للمتتبعين في الوطن أو خارج الوطن، فنحن على صدد نقل هذه التظاهرة الدينية والتراثية. في هذه اللحظات أيها السادة الكرام نقول لكم مباشرة وصول الوفد الرسمي برئاسة السيد عامل إقليم الجديدة، وكما تلاحظون هذه الحشود الغفيرة للمواطنين. عودة أخرى متابعي قناة النهضة تي في. السيد عامل إقليم الجديدة يغادر الخيمة بعد أدائه الواجب كما تم التطرق إليه في بداية هذا الفيديو. نعم، زوار كثر في هذه المناسبة الدينية والتي تسجل بماء من ذهب في سجل التراث المادي أداء إنساني في تاريخ المملكة الشريفة. فتحية للسادة الصاهرين على أمن وسلامة المواطنين، الدرك الملكي، القوات المساعدة، السلطات المحلية، الوقاية المدنية، فتحية إلى الجميع على إنجاح هذه التظاهرة. في هذه اللحظات يتوجه الوفد الرسمي إلى الخيمة الرئيسية، نعم، في حراسة أمنية مشددة حفاظا على الأمن العام. خشوع كثيرة، الدرك الملكي من عناصر والقوات المساعدة، وهذه النغمات السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة. واي ولو سلالة مهمة، قال لك سلالة مهمة ما ديرش صف الصحابي، قال القيد نهيدوه ونخليوه ما خدش الحاج كلامنا كلام. صافي بخير. مشكل فرنسا كذاك الشيء ولا ما؟ نعود مرة أخرى أيها المشاهدين الأفاضل
بمناسبة هذا الموسم الكريم اللهم احفظه من شر الشياطين، اللهم احفظه من شر الاعداء، اللهم ثبته، اللهم ايده، اللهم احفظه في ولي عهده الامير الجليل مولاي الحسن وازرعه بسنه المولى الرشيد، احفظه في سائر اسرته الملكيه الشريفه المغفور لهما سيدنا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني، اللهم ارحمهما واسكنهما في اعلى عليين بجنة النعيم بجوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ذلك رفيقا. ختم السيد العامل. سيد باش نصلي على سيدنا محمد الفاتح لما سبق وعلى آله وصحبه العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. بسم الله تعالى. جزاكم الله خير. بارك الله بامتياز. نعم أيها النظر الكرام، من قلب الحدث ننقل لكم مباشرة هذا الحفل الديني والمنقول بامتياز بحسن ظنكم في جريدة النهضة الدولية. حارقة من ابتداء الساعة الأولى من صباح اليوم. هاي التوفيق عام. عندك الاستاذ عندك. رجع خويا شويه، رجع الله يجازيك بخير. وكما تلاحظون هذه الأجواء التراثية والفولكلورية والتي تقوم بها قناة النهضة تي في على بث مباشر لتقريب الحدث حول هذه التظاهرة الدينية والتي تدخل في إطار ما يسمى بالتراث الإنساني اللامادي. جموع غفيرة أيها السادة، أيها جموع غفيرة. في حقيقة الأمر هذا جو ديني بامتياز، وكما تلاحظون بعض الفرسان يؤدون التحية في هذه المناسبة والتي تقدر بثمن لا مادي يصعب تقييمه وتترك بصمات تنتج الصغر في قلوب هذه الجماهير الغفيرة.
فتحية لمشاهدينا الأفاضل في ربوع المملكة وخارج المملكة. نعم أيها المشاهدين الكرام، قوات مساعدة والتحية موصولة إلى رجال الدرك والقوات المساعدة على هذه، وهذه كما تلاحظون هي الأضحية التي ستقدم كذبيحة على ضريح مولاي عبد الله أبكار. أنا خطر من نساء العربي رقم 72 هيا شوفوا شنو في أسئلة. عبد الرزاق طانوح 77 سي محمد الصماد 78 سعيد العروسي 79 حاج مشعل برقان.